السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. يلا بينا قبل ما نبدا الفيديو ده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا عرفنا احنا هنعمل ايه من بدايه الفيديو، وعرفنا ان احنا معانا فرخه قمر لازم ندلعها ونشخلعها ونروق عليها، بما ان الكيلو فيها وصل 100 جنيه. فهوريكم دلوقتي هنعمل ايه عشان نخليها جميله وبيضه وناصع وبياض ناصع كده، وكمان خاليه من اي زفاره. دلوقتي حاليا كده احنا حطينا على الفرخه دي دقيق، شويه دقيق محترمين كده تحطيهم على الفرخه وتفضلي تقلبي فيها كويس جدا. هنا بقى يا جماعه ماما لقت في ريشتين يعني في الفراخ، فشالتهم وبدات بقى تغسل الفراخ كويس جدا من الدقيق. طبعا انا نسيت اقول لكم ان ست الحبايب يا حبيبه هي اللي بتعمل الفراخ، لان انا كنت اصلا عندها وصورت عندها، فهي بقى اللي قايمه باليوم كله. ربنا يخليها ليا يا رب ويطول في عمرها يا رب، اللهم امين. وطبعا عامله لنا جنبها رز وبسله، بس هنزل لكم الفيديو كامل ان شاء الله. انا بس حبيت انزل لكم الفيديو بتاع الفراخ ده، عشان في ناس كتير بتبقى عايزه المحلول بتاع الفراخ ده ان هي تخليها، في ناس كتير بتحبش ان يبقى فيها زفاره. فده اكتر حاجه بيبقى بتخليها ما فيهاش زفاره خالص. عندك الدقيق طبعا انت هتحطيه، وطبعا ماما فضته كده في الحوض وغسلت كويس قوي الفراخ وحطيتها في الطبق تاني وحطت عليها آه ملح. بقى حطي شويه ملح كويسين جدا وشويه خل حلوين قوي. هتسيبيها في المحلول بتاع الملح والخل ده حوالي مثلا 10 دقايق او ربع ساعه. 10 دقايق لو انت بتعملي الاكل يعني ومستعجله، فهتغسليها على طول بقى وتنزليها في الحله. لو انت بقى عاملاها وهتشيليها مثلا في الفريزر او مش مستعجله عليها، هتسيبيها من 10 دقايق لربع ساعه وتغسليها بقى وتبقى شايلاها نظيفه يعني. دلوقتي بقى احنا سيبناها في المحلول 10 دقايق وفضيناها تاني في الحوض. ماما فضتها تاني في الحوض وبتغسلها بقى قطعة قطعة، علشان برضو ما يبقاش فيها اي حاجة خالص، وتبقى خالية من اي زفارة، وكمان يبقى بياضها كده بياض ناصع وجميلة ونظيفة جدا. ودلوقتي بقى يا جماعة جبنا حلة حطيناها على النار، وجبنا طماطماية وبصلاية وقرن فلفل. لو عندك فلفل رومي يبقى احسن، لو عندك الفلفل ده حطيه مقفول علشان ما ينزلش، لو هو حراق ما ينزلش الشطه بتاعته في الميه. وكمان هننزل بقى بالفراخ، وهنجيب بقى التوابل نحطها، وهتشوفوا بقى كمان شكل الشوربه يا جماعه صافيه جدا وجميله قوي. لو انت وصلت لحد هنا معايا في الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا حطينا فلفل اسود والسبع بهارات وبهارات الفراخ، وكمان ملح بتملحيها على طول، لان الفراخ ما بتاخدش سوا زي اللحمه يعني، على طول بتستوي. ودلوقتي بقى يا جماعه ده شكل الشوربه. انتظروني في فيديوهات تانية كتير. باي.